في فيديو اليوم حوريكم المشتريات اللي كان عرضتها لكم في الفيديو اللي قبله. الفيديو ده عبارة عن مشتريات الفيديو اللي قبله. زي ما شايفين أول حاجة معانا هنا اللي هي غطا الترابيزة دي، أو بيقولوا عليها شنو، غطا تقريبا، صح؟ شايفين كان طويلة شديد. أنا جبتها للترابيزة الوسط فلقيتها طويلة شديد عليها، حطيتها في الترابيزة الفلودبل أو اللي بتطوي دي. شايفين هي زي القطيفة كده ولا شنو، فيها شكلها حلو يعني، راقية جد يا جماعة. أنا كان اغلب الحاجات دي، في حاجات كانت من شيئين وفي حاجات لا اشتريتها من ستورات عادية، حوريكم لما تجي. المسند ده برضو او الغطا بتاع الجداعة دي، برضو من شيئين تقريبا. زي ما شايفين كده، حبيت اللون ده لان انا كنت عايزة اعمل ميكس بين اللون الاخضر وبين اللون الاورنج، لانه عندي الديكور في الحيطة فيه اورنج زي ما شايفين، فكنت محصورة بالوان معينة، فجبت اللون البرتقالي الغامق ده كستارة برضو عشان اغير اللي كانت عندي لونها أخضر داكن أو بترولي. الناس المتابعيني كانوا حيعرفوا شكل الصالة كان كيف قبل. أو خشوا شوفوا الفيديو اللي قبل يا جماعة زي ما قلت لكم عشان تفهموا. جبت الغطا بتاع الكنبات ده برضو باللون الأخضر عشان يكون ماتش مع ده. كان حاولت أعمل حاجة جديدة كده تغير لي نفسيتي وتغير نفسية العيال برضو. فالديكور المستمر يا جماعة بيجيب اكتئاب، والله العظيم أنا بقيت بزهق يعني، عرفت. فحبيت أغير بحاجة بسيطة سريعة من غير ما أغير أثاث البيت كله ولا حاجة، حاجات لمسات بسيطة كده ممكن تغيروا بها بيتكم. شايفين ده كان شكلها كبير وشديدة ومعاها الفومس ده ولا العواد دي المهمة عشان تثبتوا بيها. أنا طلبت 2 اللي هم باعتبارهم مقاس 3 كنبات 3 كنبات. دي أكياس المخدة اللي جات معاها كم أكياس جداعة كده، حبيتها يعني. اللي بعده اللي هو بوريكم هنا شكل الترابيزة، نفس الترابيزة ده أنا عندي، فده كان الغطا ليها الأسود. حتكون شفتوا في الفيديو الفات، فحلو كده وبتمطى وقدره يعني، عرفتوا. دي كان جبتها من برايمارك صينية. عندي الساعة دي من شيئين. جبتها كتغيير للديكور برضو. عجبتني في الأول ما اشتغلت، وزوجي يقول لي لا خربانة خربانة، قلت له لا ما خربانة، بس الدقايق والشوكات دي كان فيها مشكلة تقريبا. الجداعات دي اشتريتهم من أمازون I think، ما من بريمارك. اللي بعده عندي اللي هي المفرش بتاعة الأرض دي والكاربت دي. صراحة أنا كنت متخيلة إنها هي حتكون أتقل، لكن طلعت أخف بس أحلى على أحلى، عرفتوا. هي خفيفة هاي لكن حلوة وألوانها رهيبة رهيبة يا جماعة ما شاء الله. أصلا ما توقعت إنه ممكن هي ألوانها في الصورة تكون نفس ألوانها في الحقيقة صراحة. حبيتها شديد يا جماعة. وكمان نظافتها سهلة يعني، ما زي اللي كان عندي القديمة ديك لا حول إلا بهوفر. اللي بعده هنا كان عندي زينة رمضان، اللي هو زي ما قلت لكم في وحدات جا متأخرات، فدي كانت الزينة الأولية ومعاها الفانوس ده. في حاجات هتجي بعدين حتشوفوها في الفيديو اللي بعده إن شاء الله. أحلى حاجة في الفانوس ده إنه الإضاءة منه فيه بس بتشحن ما ببطاريات. هنا دي كان اشتريتها من بريمارك، المعطر بتاع البيت ده. عندي الطقم بتاع التواليت ده أكرمكم الله. حبيت أغير القديم فجبته، قلت شوية بالأسود لأنه بيتحمل شوية، لأنه ده كان كل شوية بضطر أغسله بكلور وكانت قصة طويلة، فقلت شوية الأسود ده بيتحمل في الأرضية يعني، عرفتوا. ويعني المهم شكله يعني شيك شوية كده كتغيير. عندي هنا دي بسموها شنو يا جماعة، المهم زي الكونتينرز دي باخد فيها حاجات المطبخ. وهنا عندي المعطرات ديل حقات جو، ديل المعطرات تحت ملابس تاخدهم في الدولاب عادي عشان يكون في ريحة حلوة. عندي هنا علاقات الملابس ديل جبتهم برضو من بريمارك، ده من بريمارك، وعلاقات هنا من بريمارك. دي هنا من شيئين للصابونة على أساس تصفي الموية وكده. عندي هنا الديسبنسر ده أو بقول عليه شنو بالعربي، اللهم موزع الصابون ده برضو من شيئين. دي الحلو فيها انها بتتركب يا جماعة، وفيها زي حاجة كده بتحطوها على السطح يعني بتكون لاصقة. شايفين حلوة شديد، حبيتها. ومن فوق بتتحرك يعني ما بتكون محكومة. اما دي برضو بتصفي الموية، بس دي جبتها للليفة بتاعت العدة في المطبخ، اكيد شفتوها في الفيديو الفات. دي اللوحات ديل بيجوا 3 مع بعض، اشتريتهم من شيئين، والفريم بتاعهم مشيت اشتريته من بريمارك. صراحة هي كانت أكبر من الفريم فاضطريت قصيتها شوية عشان تلائم الفريم. عندي هنا الكيس ده واللي هو للغسيل، لأنه الملابس فوق احنا ما عندنا لا حاجة، فجبتها على أساس أشيل الملابس لما تكون وصلانة من فوق أنزلها تحت للغسيل. في تحت سلة بتكونوا شفتها الفيديو الفات برضو، دي حقات العيال، أما دي حقات أنا وزوجي يعني. ده شكلها كبيرة ومكتوب عليها واشمي كيوت، حبيتها كده يعني، عرفتوا.
اللي بعده اللي هي عندي دي كان حاجات اشتريتها من فترة، ما عارفة عرضتها لكم في فيديو او لا. كانت من تيمو تقريبا، اللي هي فازة ومعاها زهورها، وهنا دي كانت زينة بتاعت كهرباء، لانه كان عندي واحدة قديمة وخرب عليها العيال فجبتها تاني. هي حلوة شديدة يا جماعة، بتقعد فترة طويلة. موزع المعجون ده غيرته لبيدية عشان ده فيه أشعة بتاعة تعقيم، حتشوفوه في فيديو تنظيف الحمام ان شاء الله برضو جاي. الاختراع ده رهيب يا صراحة، جربته يا جماعة. ورق كده بتحطوه مع الغسيل عشان يشيل لكم اي الوان ممكن تجي من الملابس بتهد، عشان ما تخلبط لكم الملابس كلها وتعمل فيها الوان. جربوه ممتاز شديد يا جماعة. بس ده كان فيديو اليوم لليلة، وتابعوا القناة لانه في فيديوهات جاية رهيبة نار وشرارة. لحد ما الاقيكم في امان الله، سلام.